السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب جميعا تكونوا بخير بإذن الله. في الفيديو ده هنعمل الزبادي البلدي، رهيبة وطعمها يجنن فعلا. لما تجربوها هتحبوها وهتلاقوا طعمها احلى بكتير قوي من اللي بنشتريها من بره. خطواتها سهلة قوي وطريقتها سهلة قوي، كل الحكاية شوية وقت كده هتعملوها وهتنسوها الوقت ده، وبعدين هتلاقوها طلعت زبادي زي القمر. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف هنعملها ازاي. هجيب عندي اللبانة بتاعتي او الحلة او اي حاجة بنغلي فيها اللبن، وهحط فيها اللبن اللي عندي. انا النهاردة هستخدم كيلو واحد من اللبن. هحط كله كده في اللبانة وبعدين ابتدي انقلها على نار عالية واخليها كده على النار العالية دي. واول ما يبتدي اللبن يسخن عندي هبتدي اقلب فيه بالمعلقة بالشكل ده. ودي عموما الطريقة الصحيحة لغلي اللبن، سواء هنعمل بيه زبادي او هنشربوه، ان احنا نفضل نقلب فيه كده. واول ما اللبن عندي يبتدي ياخد الفوران ده ويبتدي يفور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ههدي عليه النار خالص وافضل اقلب فيه برضو لحد ما هتلاقوا ان الفوران ده هدي كده وابتدى اللبن يغلي كأنه مية بتبقبق كده وبتغلي بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا في الصورة ده. وده كده برضو غلي اللبن المظبوط. هسيبه بقى للزبادي على نار هادية شوية كمان، ازود من اللي احنا لو هنشربه يعني. فانا هسيبه على نفس النار الهادية دي، وهفضل اقلب فيه برضو من وقت للتاني علشان يطلع معايا الزبادي قشط كده وناعم ولطيف. وبعد حوالي 5 دقايق من غلي اللبن على نار هادية مع التقليب هسيبه بقى، هطفي عليه النار واسيبه يهدى معايا، يعني يبقى كده دافي تتحملوا حرارته. لو حطيتوا ايديكم فيه تتحملوا حرارته. وده كده هيبقى مظبوط ان احنا نبدأ الشغل فيه. انا هنا هقلبه علشان طبقة القشطة اللي اتكونت من فوق او الوش الصغير اللي اتكون من فوق ده هقلبه فيه كده. وبعدين عندي هنا علبة من الزبادي، العلبة دي اللي هي الكبيرة. إيه، حسب نوعية الزبادي اللي انتوا بتحبوها. انا دي اللي لقيتها في السوبر ماركت فاشتريتها فهشتغل بيها. وشلت منها كده معلقتين على جنب، وبعدين هبتدي اخد الزبادي دي واقلبها كويس قوي في نفسها كده لحد ما تبقى كريمية، وابتدي انزل بيها على اللبن اللي عندي واقلبه برضو كده بمضرب او بحاجة عشان تتوزع الزبادي مظبوط. اقلبه كويس خالص. وبعد ما اقلبه كده بصوا، مش عايزة فيه اي كلاكيع او اي حاجة من الزبادي. بعد ما يتقلب كويس خالص هجيبه كده. انا اشتغلت النهاردة في برطمان علشان اوفر على نفسي مواعين، ويعني برضو يكون اسهل عندي يتحط في الفرن اسهل او يتشال على جنب اسهل من الاطباق الكتير. هحط بقى اللبن اللي مخلوط بالزبادي ده في البرطمان. وطبعا البرطمان بتاعي مغسول كويس قوي، ناشف متعقم مفهوش ولا نقطة مية. هحطه كده واغطيه كويس بالغطا بتاعه، وبعدين الفه بفوطة كده. وانا مسخنه له الفرن، يعني انا شغلت الفرن دفيت معايا وبعد كده طفيت الفرن وسايباها دافية، وحطيت فيها الزبادي. وهسيبها مدة 5 ساعات، هسيبها في الفرن الدافية دي 5 ساعات او في مكان دافي. انا هنا غسلت لها اللبانة اللي انا كنت شغالة فيها ودفتها شوية وحطيتها بالفوطة كده جواها وحطيتهم في الفرن برضه علشان تسند البرطمان ما يتقلبش في الفرن او اي حاجة. وخلاص كده انا طلعتها بعد ال5 ساعات. بصوا شكلها متماسكة ازاي، وهي كده ولا لسه دخلت التلاجة ولا اي حاجة، يدوب من الفرن على التصوير على طول. بصوا القوام، زبادي رهيبة وطعمها فعلا حلو جدا. وكمان طبعا يعني التوفير، احنا لو هنشتري العبوة اللي هي الكبيرة اللي قد البرطمان ده من السوبر ماركت هتلاقوها عاملة مبلغ يعني. فاحنا بكيلو لبن ونص علبة زبادي عملنا الكمية الخطيرة دي. فمن كل النواحي هي توفير فعلا في الفلوس، والطعم احلى وانضف. طبعا احنا عارفين احنا عاملينها ازاي. وخلاص كده انا بس هدخلها التلاجة. كمان انا سبتها من بالليل للصبح، وبعد ما طلعتها من التلاجة بصوا نشوف بقى القوام بعد ما دخلت التلاجة شوية بقى متماسك ازاي. اول حاجة هي عملت السائل اللي بيبقى على علب الزبادي ده لما بنفتحها. بصوا السائل الاصفر ده اللي هو اصلا مفيد جدا مش هنستغنى عنه. وبصوا بقى القوام بقى عامل ازاي بعد التلاجة، رهيب. اعملوها بقى لسحور رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. وانا كده خلصت معاكم فيديو النهاردة، اتمنى ان هو يعجبكم واتمنى ان هو يفيدكم. وما تنسوش ان لو عجبكم تعملوا له لايك وشير مع اصحابكم وتشتركوا في القناة وتعملوا فولو على الفيسبوك. اشوفكم على خير في فيديو جديد مع وصفة جديدة. كنت معاكم اسماء، والسلام عليكم.